ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ تعالوا نعمل مع بعض النهارده الطحينه في البيت بطريقه سهله وبسيطه جدا. المقادير هي مكونين بس: سمسم ودقيق. مقدار السمسم هيبقى زي مقدار الدقيق، يعني لو جبت كوبايتين سمسم هجيب كوبايتين دقيق، جبت كوبايه سمسم هجيب كوبايه دقيق. وهبتدي ان انا احطهم على النار علشان احمصهم. هجيب السمسم انا بجيبه من العطار، مش محمص، وبحمصه في البيت. تقدري ان انت تجيبيه محمص براحتك يعني، بس انا بحب احمصه في البيت. ببتدي ان انا احطه في طاسه او طبق، ما بحطش فيه ولا نقطه زيت، بكون معليه النار. وبعد كده ببتدي ان انا اوطيها خالص على اهدى حاجه عشان ما يتحرقش معايا وطعم الطحينه يبقى محروق. بصوا شكل اللي في الطبق ده لسه انا محمصتوش، واللي على النار ده متحمص. بصوا الفرق ما بين اللونين كده. انا حمصته اهو كأنه جاهز بالظبط. هبتدي في نفس الطبق انزل الدقيق. بعمل كده ليه في الدقيق؟ علشان اخرج منه اي رطوبة، وطبعا الدقيق ده منخول وكله تمام. هبتدي بقى ان انا هجيب البرطمان اللي هحط فيه الطحينه، هكون غسلاه كويس ومنشفاه وبعقمه بالنار كده. بصوا النار هاديه جدا وايه من بعيد كده عشان طبعا ما يكسرش. هبتدي بقى في الجزء بتاع الخلاط بتاع التوابل. هبتدي ان انا اطحن السمسم فيه بالشكل ده، هيبقى معايا زي الرمل كده. وعندي الدقيق، هبتدي انزل بقى بالكمية دي كلها مع بعض، اخلطها في الخلاط. وهزود، انا حطيت نص كوباية زيت علشان طبعا يمشي معايا في الخلاط. احتاجت ازود بزود، وطبعا احتاجت ازود لان السمسم بيمسك جامد مع الدقيق في الخلاط. فقعدت ازود شوية زيت كده، ايه، سرسوب سرسوب كده، واحدة واحدة، لغاية ما اتضرب معايا كويس في الخلاط. وهنشوف دلوقتي القوام. بصوا سهلة وبسيطة جدا ومش مكلفة ومش غالية زي بتاعت بره، وعمل لي برطمان محترم يعني. بصوا هتلاقوها تقيلة جدا كده، وهتزودوا زيت. بصوا عمل لي البرطمان يعني ساب لي مثلا ربع ولا حاجة بسيطة منه. والقوام بجد تحفة، وبتقعد معاكي بقى مدة طويلة، بتحفظيها في التلاجة بتبقى جميلة معاكي جدا، وتطلعيها بقى في الاستخدام بتبقى بجد حلوة قوي. لازم تجربيها ونضيفة. وبصي لونها فاتح علشان محرقتش السمسم الحمد لله. بصوا القوام، حبيت اعملها لكم بالمعلقه التقيله ازاي، يعني معلقه كبيره منها تعمل لك طبق محترم كده جميل. ينفع بقى في العزومات تقدميها بقى جنب اي اكله، بتبقى تحفه جدا. مش هضيف لها اي اضافات، ممكن تضيفي لها رشه ملح، بس انا يعني بملحها عند الاستخدام، وبحط على وشها زيت عشان ما تعفنش، وبحطها في التلاجة. وبس كده، دي وصفه النهارده. يا رب تكون عجبتكم، واشوفكم فيديو جديد. باي باي.